زيادة قدرت ب 1400% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وتقريبا في حدود قدرة الضخ الشهرية. هذه هي الأرقام الرسمية الحالية لتصدير الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا ثم من إسبانيا إلى المغرب، والذي تقرر إغلاقه في أكتوبر 2021 بسبب خلاف وهمي مع المغرب، إلا أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قرر فتح خط أنابيب الغاز مرة أخرى في وجه المغرب، مما أدى إلى زيادة جنون نظام التبون الذي يراقب في صمت. ووفقا للصحافة الجزائرية، فإن القادة الجزائريين لا يزالون في حالة صدمة، حيث ارتفعت أرقام تصدير الغاز الجزائري عبر خط الأنابيب الذي أغلقه بقصد خنق المغرب بشكل قياسي، وهي على بعد خطوة واحدة من الحد الأقصى للقدرة التي هي 960 جيجا وات في الساعة شهريا، فيما وصلت نسبة الضخ في الوقت الحالي 48 جيجا وات في الساعة في شهر يونيو المنصرم، مقارنة ب 60 جيجا وات في الساعة في يونيو من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن إدارة نظام الغاز الإسباني. وكان تصدير الغاز إلى المغرب تجريبيا في البداية، لكنه ظل ينمو منذ أكتوبر الماضي حتى وصل إلى مستوى قياسي شهري في مايو الماضي عندما تجاوز 90% من إمكانياته، حيث وفقا لبيانات إدارة نظام الغاز الإسباني فقد تجاوز 800 جيجا وات في الساعة في الأشهر الأربعة الماضية. وفي سياق متصل، فقد أغضبت حكومة سانشيز الجزائريين عندما قررت تغيير الموقف الإسباني بشأن الصحراء المغربية ودعم مقترح الحكم الذاتي للمغرب على الصحراء، التي لا تزال إسبانيا تدير مجالها الجوي دوليا وفق الأمم المتحدة، لتقرر الجزائر عقب ذلك قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا باستثناء تصدير الغاز عبر خط أنابيب الغاز الآخر ميدغاز. كما أثارت الحكومة الإسبانية غضب الجزائريين مرة أخرى بإعلانها عن إدارة خط الأنابيب الغاز للسماح بالضخ في الاتجاه المعاك من إسبانيا إلى المغرب.